السمك لما بيخرج من الميه بيموت، واحمد حمودي بقى كان عامل زي السمك من ساعه ما خرج من اسوان ما لعبش بنص مستواه. بضاعة أتلافها الهاوي. الجمهور عرف حمودي لاول مره مع صعود سموحه للدوري الممتاز، ولعب معاهم 4 سنين لحد 2014 وكان بيقدم اداء قوي جدا، وكان لاعب مهاري وسريع ولفت انظار كل متابعين الدوري المصري، وكان اهم لعيبه سموحه في الموسم التاريخي ليهم 2013 2014 لما جم في المركز الثاني في بطوله الدوري بفارق الاهداف عن الاهلي البطل، وساعتها برضه خسروا الكاس في الوقت بدل الضايع قدام الزمالك، عشان بعدها حمودي يطلع للاحتراف في بازل السويسري. وطبعا كلنا فاكرين في الوقت ده بازل كان بوابه اللعيبه المصريه للاحتراف الخارجي، وتوقعنا ساعتها ان مصير حمودي هيكون زي صلاح والنني، وفعلا حمودي بدأ بشكل كويس جدا، لكن مع الوقت تراجع مستواه بشكل كبير وبعد عن التشكيل الاساسي، وطول الموسم ما لعبش غير 12 مباراه بس عشان يرجع مصر للزمالك عن طريق الاعاره. ومع الزمالك في الموسم ده قدم اداء مقبول، لكنه برضه ما